بعد ما الماتش خلص ونشوة الانتصار يعني قلت وفرحنا وبتاع، ابتدينا نقلب كده نبص على آراء اخواتنا نشوف بيقولوا ايه باخواتنا، عشان ما حدش يغلط ولا بتاع. فانا لقيت بقى كل التعليقات او نسبة كبيرة من التعليقات: الفرقة الفاضية دي تكسبنا، ده احنا اتغلبنا عشان خاطر ما عندناش مدرب، ده احنا اتغلبنا عشان خاطر احنا استهترنا، ده احنا ضيعنا ماتش سهل، ده احنا مفيش حد قال ان احنا اتغلبنا عشان الاهلي كان احسن. لا، احنا اتغلبنا عشان خاطر الشماعات، شويه شماعات كتير كلها اخرها ان الاهلي يستحق يكسب. حضرتك انت اتغلبت، مش الاهلي فرقه فاضيه، اللي الفرقه الفاضيه دي غلبتك. انت بتلعب من غير مدرب، انا اعمل لك اجيب لك مدرب؟ يعني انا اللي اخترت لك المدرب؟ دي مشكلتي. ثم حضرتك الفرقه الفاضيه دي بقى اللي انت بتتكلم عنها دي، وهي لعيبتها في ربع مستواها، كسبتك. يعني هي احسن منك وهي في ربع مستواها، مش كسبتك بس. معلش يعني، سواء بقى انت كنت وحش، ما انت بتلعب من غير مدرب، بتلعب من غير لعيبه، مش موضوعنا. الفرقه دي كسبتك وكانت احسن طول الماتش باستثناء اول 5 دقايق. ضيعت انفرادين في اول الماتش، محدش قال لك ضيعهم. ضيعت كرة في العارضة، مش مشكلتي. مجمل الماتش ايه؟ انت حضرتك مهزوم من فرقة في اقل مستوياتها، من لعيبة مش في ربع مستواها. فانت احترامك للفرقه دي احترام لنفسك. يعني انا لما اقول ان الاهلي فرقه جامده وفرقه كويسه وانا تستحق المكسب، انا بعلي من نفسي، لان اللي كسباني اللي كسبني فرقه جامده، الاهلي. انما لما اقول ده فرقه فاضيه، فالفرقه الفاضيه دي عملت فيك كده في الملعب. على فكره انت ما كنتش ند، يعني كنت فاهم ان انت كنت ند؟ لا يا صاحبي، انت ما كنتش ند خالص. انت كنت عباره عن 11 قمع في الملعب، لعب 5 دقايق. يعني 5 دقايق انت لعبت في الماتش كله، لو جمعت اللعب بتاعك كله ما يكملش 10 دقايق. الفتره اللي جه فيها الانفرادين وشويه تهبيل كده في النص، لو جمعتهم كلهم مش هتلاقيهم 10 دقايق، ربع ساعه بالكتير. وبقيه الماتش 75 دقيقه وان سايد جيم، بيلعب نفسه، بيلعب اقماع في الملعب. ما ينفعش تقول عليه فرقه فاضيه، لان لو الاهلي فرقه فاضيه انت ايه؟ يعني يعني خلينا كلنا متفقين، يسال احد، اسال نفسك: هل ده مستوى بن شرقي الحقيقي ولا ربعه؟ هل ده مستوى محمد شريف مثلا الحقيقي ولا نصه؟ هل ده مستوى ديانج الحقيقي ولا خمسه؟ هل ده تريزيجيه الحقيقي ولا اي حاجه من تريزيجيه؟ فاللعيبه دي كلها بتلعبك وهي في افتك واحد فيهم ما جابش ربع مستواه. فاللعيبه دي وهي في ربع مستواها عملت فيك كده. فما بالك بقى لو اللعيبه دي في التوب فورم بتوعها، هيعملوا فيك ايه؟ ولو الفرقه دي فاضيه انت ايه؟ انت فرقه ايه بقى؟ ما انتش مش فرقه كوره. رغم كل ده، ورغم ان الاهلي في اسوأ حالاته وانت ما بتقدرش عليه، وانت بتيجي قدامه وبتخاف من الفانيلا نفسها، مش من الفرقه، انت ممكن تخاف من الفانيلا بس. لو اي 11 واحد لابسين احمر نزلوا الملعب قدامك بتخاف منهم. وبس بتكسب، احيانا بتكسب، بس تكسب امتى؟ لما بتحترم الاهلي، ولما بتلعب الاهلي وانت عارف قيمه الاهلي. دايما راجع شريط حياتك، راجع كل الماتشات اللي الزمالك كسب فيها الاهلي لاخرهم ماتش السوبر الافريقي. الزمالك ما بيقدرش يكسب الاهلي غير لما فعلا بيحترموا الاحترام اللي هو يستحقه. واحترامك للاهلي مش منحه حضرتك بتديها للاهلي، احترامك للاهلي اصلا لا يعنينا في شيء. ولكن لما تقلل من فرقتي، وانا فرحان انا فرحان، انا حق افرح لان انا مستواي وحش جدا، والاهلي بره الفورمه بعيد جدا. وانت مش بس كسبتني ماتش، انت رجعتني تاني للطريق. انا كنت تايه وانت خدتني ووديتني للسكه. انا كنت في الضلمه وانت قلت لي عمود كهرباء كامل ينور لي، مش لمبه، قلت لي عمود في كهرباء. يعني جميلك في رقبتي. بس مش معنى كده اللي حضرتك تقلل من فرقتي ايا كان ايه وضع الفرقه، ولا تقلل من النادي، ولا تقول ان احنا فرقه الاهلي فرقه فاضيه، لان انت كده بتقلل من نفسك قبل ما تقلل من الاهلي. ده يعني عتاب محب. احنا في النهايه كلنا بنتكلم في الكوره، وده كلام في الكوره، مش بنغلط في بعض ولا بتاع، ده كلام في الكوره بس. هنا استفزني الموضوع يعني انا بتضايق جدا لما الاقي شخص زملكاوي او ناس زملكاويه دايما والاهلي كسبان والاهلي خسران والاهلي وحش، كل همه انه يقلل من الاهلي. لا يا حبيبي، تقليلك من الاهلي ما بيقللش من الاهلي اكتر ما بيقلل منك، صدقني.
ليلتك زي الفل.